السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم مخنفره بالشوفان او البغرير بالشوفان. كيجي زوين وكيجي صحي بزاف. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات هنطربهم البنات. كما كتعرفوا الشوفان راه ما شاء الله، وهاد الفطائر راه كيصلحوا بزاف للبنيتات مثلا اللي كيكون عندهم الجلوتين او اللي كيديروا حميه غذائيه، واللي كيبغيو حتى ينقصوا في الوزن، اصحاب السكر. المهم كما كنعرفوا الشوفان راه عنده بزاف ديال الفوائد. غندير هنايا غير نص كاس، يعني تقريبا 2 معلقات كبار ديال الزيت، كيبقى اختياري. صافي غنطربهم مزيان البنات على هذا الشكل هذا. غنطربهم مزيان وغنضيف هنايا نص لتر ديال الحليب. المهم الكميه كتبقى اختياريه، تقدروا تذوبوا المقادير كما شفتوا. غنطربهم واحد شويه وغنضيف واحد شويه ديال الملحه. كما قلنا هادو كيصلحوا تصحاب السكر، لذلك ما غنضيفوش السكر نهائيا. غنطربهم مزيان وغنزيد دقيق الشوفان. بالنسبه لدقيق الشوفان من احسن طحنوه في الدار او تشريوه وديوه لشي واحد يطحنوا لكم، احسن ما تشريو الطحين ديالو لانهم كيخلطوه. وزيت خماره وحده وغنطربهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيطلق لينا كيندمج الخليط، كيطلق لينا كيولي متماسك مع بعضياته. حاولوا تطربوه مزيان البنات باش كيجينا داك المخنفر او هذاك الفطائر زوينين كيجيو رطبين. صافي انا كنطرب كنبقى نزيد شويه بشويه. صافي البنات هنا من بعد ما طربتها مزيان غنزيد واحد المعلقه ديال الخل التفاح. من احسن يكون الخل ديال التفاح، راه كيجي زوين، هو اللي كيساعدهم باش ما يجيوناش قاصحين وكيرجعوا رطبين. ضروري تزيد واحد المعلقه ديال الخل. كما كتعرفوا البنات يعني الشوفان راه معروف بالفيتامينات والمعادن، وفيه بزاف ديال الفوائد على البشره والجهاز الهضمي. يعني من احسن نحاولوا نديروا شي حاجه صحيه للوليدات ولا حتى راسنا. كيصلح مزيان اصحاب السكر، اصحاب كما قلنا الجلوتين. المهم بزاف كيسترول حتى كيهبطوا الضغط في الدم. يعني الشوفان راه فيه بزاف ديال الفوائد. يعني هكا مره مزيان نديروا شي حاجه صحيه. من بعد البنات ما طربتو مزيان حاولوا حتى رجع لي على هذا الشكل هذا. غنحاول نخليه 21 دقيقه حتى يرتاح مزيان. يعني غنغطيه بالسلوفان غنخليه 21 دقيقه ربع ساعه حتى يرتاح ليا مزيان ويحاول يطلق داك الخيوط ديالو. عاد نبدا نخبز فيه. صافي بحال هكا نخليه ربع ساعه ونرجع معكم. صافي البنات هنا يرتاح كما كتشوفوا طلع لينا داك الفويقات. غنخلطو مزيان على هذا الشكل وراه كيزيد يشرب. يعني في التخلاط حاولوا تخليوه جاري شويه حيت هو من بعد كيشرب كيختار شويه. هنا جبت المقله ديالي سخونه وغنبدا نطيبو فيها على هذا الشكل هذا. غنبقى البنات على هذا الشكل حتى نطيبهم كاملين. انا هي شفتوا البنات هو راه ما كيجيش مثقب كتير بحال الفرص،
لانه الشوفان كيكون ثقيل شويه، ولكن راه كيجيو زوينين. انا هنايا غنحمرهم على جوج جهات. بغيتو نتوما تخليوهم غير على جهه واحده ماشي مشكل، انا هنايا فضلت نحمرهم على جوج جهات. وتقدروا طيبوهم غير من جهه واحده. شفتوا البنات كيفاش كيجيو، ما فيهم لا سكر لا حتى شي حاجه، صحيين. كما قلت لكم تقدروا تخليوهم هكا على جهه واحده صافي. صافي هنا البنات راه ما كنخليهاش حتى طيب بزاف، يلا واحد شويه كتبدا تقب كنقلبهم. غنبقى بحال هكا حتى نخبزهم كاملين حتى كيتحمر على هذا الشكل هذا. صافي كنحيدها عاوتاني كندير اخرى كنقلبوها هي باقا ما طابتش، يعني كتكون يلا واحد شويه بدات كطيب كنقلبها. صافي كنخليها حتى تحمر على هذا الشكل وكنحيدها. صافي غنستمر هكا البنات حتى نخبزهم كاملين. الصراحه البنات جربوهم راه كيجيو زوينين وكيجيو حتى بنان، يعني كيجيو بنان بالنسبه اللي كيدير حميه غذائيه ولا هادي راه كيصلحوا هكا في الفطور، راه يجيو زوين، خصوصا فيهم المعادن وفيهم بزاف ديال الفوائد، راه كيصلحوا حتى في الفطور كيجيو زوينين. صافي البنات بقيت بحال هكا حتى كملتهم كاملين. بالنسبه للشوفه راه دغيا كيطيب البنات، راه كتحطوها دغيا كتحمر، يعني ما كتعطلش في الطياب، يعني دغيا كتسربيوهم. بقيت البنات على هاد الشكل حتى كملتهم. هنايا هما كيفاش شفتوا الشكل ديالهم كيجيو على هاد الشكل هذا. صراحه راه كيجيو زوينين. هنا تقدروا تدهنوهم بالفرماج بالجبن اي حاجه عندكم، راه كيجيو بنان للفطور وشي حاجه صحيه وافضل من الفرص، خصوصا اللي كيكون كيضروا مثلا المعده او شي حاجه كيكونوا هما خفاف واحد شويه. هما البنات الشكل ديالهم كيفاش كيجي محمر بجوج جهات وخفاف، كيجيو ما شاء الله زوينين. صافي هنا كملت كلش على هذا الشكل هذا. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. نوريكم واحد الوحده نقطعها معكم، شوفوا كيفاش جات من الداخل. هنايا البنات قدمته فيه التفصيل على هذا الشكل هذا. بصراحه راه حتى الوليدات عجبهم بزاف، حاولوا تجربوهم وتكالوا كلاوهم حتى الوليدات الصغار. المهم هنايا نقطع معاكم علاش كنزيدهم الخل باش كيجيو رطبين بحال هكا. حاولوا تغطيوهم واحد شويه حتى يرطابوا عاد قدموهم. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم بزاف البنات، في فيديو قادم